مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم في قناتي وصفات وتدابير صفية. اليوم جيتكم بوصفة طبيعية تنفع لتبييض البشرة والتخلص من التسبغات. هذه الوصفة هي قناع الكركم، يعني وصفة قديمة ومعروفة. إذا كنت تعاني من التسبغات، الاسمرار، الكلف، النمش، أو مثلا رحتي للبحر وبرونزيتي بزاف، أشعة الشمس حرقاتك، ما عليك غير بهذه الوصفة. راح تسترجعي النضارة تاع البشرة والإشراقة، ومام اذا كان الوجه تاعك باهت ديري هذه الوصفه ورجعي لي بالخبر. اذا قبل ما نبداو، اللي راهي تشوفي قناتي اول مره ما تنساش تشترك باش يوصلها الجديد تاع الفيديوهات. اذا نبداو مع الخلطه تاعنا. راح نحتاجو ملعقه من الكركم، ملعقه من العسل، وملعقه من الزبادي او الياغورت الطبيعي. اذا ما كانش متوفر عندك الياغورت الطبيعي، تقدري تعوضيه بملعقه من الرائب، اللبن الرائب. مام تقدري ديري ملعقه حليب عادي جدا. ونخلطوا هذو 3 مكونات، يعني هذو 3 مكونات راح يعطوك فوائد فعاله للبشره. العسل اللي يرطب البشره، الكركم يقضي على التسبغات، على الكلف، على البقع البنيه، يعني راح تختفي اي بقعه راهي في وجهك، خاصه في فصل الصيف. يعني كما تعرفوا مع البحر مع اشعه الشمس كاين ما يديروش لي كرون توتال تاعهم، البشره تاعهم راح تتسبغ. اذا ما عليك غير ديري هذا الكركم وراح تشوفي النتائج. يعني الكركم ما نستعملوش فقط في الطبخ، يعني يستعمل في التجميل. اذا بالنسبه لطريقه استعمال هذه الوصفه، راح نطبقوا هذا الخلط على الوجه تاعنا بعد ما نغسلوه. يعني تغسلي وجهك بالماء والصابون. اذا كنتي دايره مكياج دي ماكي كامل وتغسلي وجهك، تنشفيه وتحطي هذه الخلطه لمده 10 دقائق فقط. يعني ما تفوتيش 10 دقائق هكذا باش الوجه تاعك ما يتلونش باللون الاصفر، لانه الكركم يعني فيه صبغه طبيعيه، يعني هذيك الصبغه راح تلتصق في البشره. يعني خليه 10 دقائق فقط. اما في حاله يعني لقيتي بانه الوجه تاعك تلون بالاصفر، انت تغسليه بالماء فقط ولا بالماء والصابون. اذا شفتي اللون تاعك مازال اصفر يعني تاع البشره، واش ديري؟ جيبي قطعه قطن تغطسيها في الحليب ولا في ماء الورد وتنظفي الوجه تاعك، راح يختفي تماما هذاك الاصفرار. اذا هذا الخلطه نديروها مرتين في الاسبوع، 2 مرات، راح تقضي لك على الكلف، التسبغات، النمش، حروق الشمس، يعني اي مشكل في البشره تاعك راح يختفي تماما. راح تسترجعي النضاره تاع بشرتك والبياض. تقدري تستعمليه في الابيضين في المناطق الحساسه. واذا كانت عندك تسبغات قويه في البشره تاعك، تقدري تضيفي ملعقه من عصير الليمون، راح يقضي لك على التسبغات في اسرع وقت، وراح تقلصي المده يعني تاع النتيجه، يعني راح النتيجه تظهر بالخف. اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. وفي الاخير ما تنساونيش باللايك والاشتراك. اذا كنتي اول مره تشوفي قناتي، اشتركي وضغطي على زر الجرس باش يوصلوك فيديوهاتي، والى اللقاء في فيديو جديد.